إنك تفتح بيتك وقلبك وحلتك. في رمضان المطبخ المصري ما بيتقفلش، والعزومة مش أكل، ده العزومة رسالة. في مصر العزومة مش ميعاد، العزومة قرار. إنك تفتح بيتك وقلبك وحلتك. صوت التقليب قبل المغرب بساعتين، وأم تقول زودي الرز شوية يمكن حد يجي. ترابيزة مش مستنية ضيوف بس دايما جاهزة، وست واقفة قدام البوتاجاز مش تعبانة، ودفتر مكتوب فيه وصفات شايلاها من أمها أو ستها. العزومة مش عشان الناس تاكل، العزومة عشان ما تحسش إنك لوحدك. في رمضان الطبق الزيادة ده أمان. المطبخ المصري مش مكان طبخ، ده مكان ستر وجبر خاطر ولمة، وبالذات في رمضان. يمكن الأكلة تكون خلصت بس اللي اتعزم عمره ما بينسى اللمة اللي كانت حواليه. وبكده تكون خلصت حكايتنا. وسؤال حكايتنا النهاردة: يا ترى اتعزمت رمضان السنة دي عند مين؟ وكل سنة وانتم طيبين. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن